السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وهنعمل النهاردة كيكة الجيلي الباردة من غير فرن، بسيطة جدا وسهلة جدا وطعمها يجنن، وبجد كلنا نحبها جدا في الجو الحر ده. يلا نسمي الله وهنقول المقادير. معانا بسكوت شاي، اي نوع بسكوت شاي انت حباه، وكوباية الا ربع لبن، وكوباية كريم شانتيه لاما 200 جرام كريم شانتيه، وثلاث علب من جيلي فراولة. هنا بقى هنجيب اي صينية عندك، انا كان عندي صينية بايركس، وطبعا جبت كوبايه الا ربع لبن، فضيتها في الطبق وبدات بقى اسقي البسكوت بالشكل ده، احطه في اللبن يا دوبك واطلعه وارص في الصينيه. احنا عايزين نعمل طبقتين من البسكوت بس، يا دوبك واحط يا دوبك البسكوت في اللبن واطلعه بسرعه كده. خلاص خلصنا كل كميه معانا. وهنا بقى جبت باكو الجيلي وفضيته معانا بالشكل ده، وهحط عليه نص كوبايه ميه سخنه مغليه، كوبايه ميه سخنه يعني، وهقلبها كويس لغايه لما الحبيبات الجيلي كلها تدوب معانا. وبعد كده هنزل تاني بنص كوبايه ميه بارده واقلبها كويس. وهنا بقى هنجيب بوله وهننزل بيها بكوبايه الكريم الشانتيه ومعاها نص كوب لبن، وهنضرب كل ده بالمضرب. وبعد ما ضربنا كل ده بالمضرب بالشكل ده، هنجيب الجيلي اللي احنا كنا سايبينه على جنب وهنبدا نحطه على الكريم الشانتيه، وهنكمل تاني ضرب بالمضرب. ولو لقيتي القوام عندك خفيف هتضطري تحطي كريم شانتيه تاني. انا طبعا كنت جايبه كميه زياده شويه عشان اظبط المقدار معايا، يعني لقيتي خفيف تروح حاطه كريم شانتيه تاني عشان يظبط معاكي. انا هنا لقيت القوام عندي خفيف فبدات احط كريم شانتيه تاني، وضربت تاني بالمضرب لغايه لما القوام معايا يتظبط. احنا هنا عايزين الكريم شانتيه ولا تقيل ولا خفيف، يبقى معانا بالشكل ده كده. وبعد كده هنفضي كل ده على البسكوت وهنفرده معانا بالشكل ده كده. بعد كده هنمسك الصينيه وهنهزها شويه كده بايدينا، هتلاقيها كله اتفرد معاكي كويس. وبعد ما اتفردت معانا بالشكل ده هنبدا بقى نحطها في التلاجة ساعتين تجمد معانا. وهنا بقى هنبدا نعمل الطبقه الثالثه. هنجيب باكوين الجيلي، هننزل بكوبايه ميه سخنه، وبعد ما نقلب كويس هروح نازلين عليهم بكوبايتين ميه بارده. وبعد كده بعد ما نقلبها كويس هنجيب الصينيه بتاعتنا، وطبعا بعد ساعتين لما جمدت معانا التلاجة، واي سباتولا بالشكل ده اروح نازلين عليها بالجيلي، بس بالراحه عشان ما تحفرش معانا. طبعا يكون الجيلي معانا بارد مش دافي ولا سخن، يا دوبك كده هدي معانا شويه. بعد كده هندخلها التلاجة 3 أو 4 ساعات لغايه لما تجمد معانا كويس. وبعد ما جمدت معانا هنبدا بقى نقطعها. مش عايزه اقول لكم طعمها عامل ازاي، تجنن، تحفه بجد، حاجه خيال بجد. ميكس التلاتة مع بعض هيعجبكم جدا، الجيلي مع البسكوت مع الكريمه، حاجه بجد جميله قوي. وبجد جربوها واستنى رايكم في الكومنتات، واشوفكم على خير الفيديو جاي. وما تنسوش تعملي لايك وشير وتابعوا القناه عشان يوصلك كل فيديوهاتي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.